طفلة اسمها سارة وهي عندها 8 سنين دخلت هي ومامتها المكتب على باباها. كان مع السكرتيرة بيعملوا سيكو سيكو. أبوها طلعها برا ونزل ضرب في مامتها، فجت سارة ضربته من رقبته بالمشرط ومات. دخلت معها التأهيل وطلعت عاشت مع ممرضة اسمها إيبي. سارة قتلتها وخدت اسمها واشتغلت باسمها ممرضة، وبقى عندها عقدة وبتقتل كل المتجوزين الخاينين. صاحبتها داني اشتغلت معاها في المستشفى مع مديرهم دكتور موريس المتحرش اللي بيتحرش بداني على طول، وشغال معاها صاحبها اسمه ستيف. جوز مامة داني اسمه دكتور لاري. راحت له سارة العيادة. سارة بتحب داني جدا، خدتها ديسكو يرقصوا وخدرتها وصورتها معاها ومع واحد وعرضت عليها يعيشوا مع بعض، لكن رفضت لانها تعيش مع ستيف. بتقتل جوز ام داني دكتور لاري بحقنة عقار بيشيل الجسم عشان خاين وتروح الجنازة. وبدأت سارة تهدد داني بالصور عشان تعيش معاها، وبتيجي موظفة جديدة اسمها راشيل بتلزق ايموشنات للناس، وكانت صاحبتها وهم أطفال واتعرفت عليها وسارة أنكرت. راحت خدرتها واتصلت بداني وبتفرجها عليها وهي بتحقنها بالعقار. داني تفتكرها قتلتها، راحت بلغت البوليس وطلعت عايشة وهزقوها. وبعدين بنشوف سارة بتقتل دكتور موريس، وبعدين بتهددها بقتل ستيف. بتطلع تجري تروح المستشفى عشان تنقذ ستيف. بيتخانقوا خناقة كبيرة هناك، وسارة بتقتل كل المرضى اللي هناك وبتقتل ستيف، وفي الآخر بتهرب. وبعدين بنشوفها بتنتحل شخصية راشيل وتروح مكان جديد وتلزق ايموشنات.